بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي سعادة وفي صحة دايما ان شاء الله. انا جبت شوية رفايع برضو صغيرة كده، انا بسميها رفايع يعني، فكل حاجة قدامي بتبقى صغننة بسميها رفايع، فانا جبتهم كده وقلت ايه اعرضها لكم. دي على قد يا جماعة الحاجات الفلوس اللي بتبقى موجودة، الحمد لله والله المستعان. الحاجات راحت يعني في حتة تانية، فاحنا بنقدر يعني على قد ما بنقدر بنجيب. هي الحياة مش صعبة في ان احنا نجهز، كمان الحياة صعبة كمان في المعيشة نفسها، فالحمد لله ان احنا بنقدر نجيب اي حاجة يعني قدامنا، كمان بالذات الايام دي. فالحمد لله. انا هبدأ معاكم يا جماعة بالحاجات اللي انا جبتها. اول حاجة انا جبت الجاروف الكيوت ده، الصغنطوط ده صغنطوط قوي. على قد تعملي تكنسي بيه درج، ترابيزة صغيرة، اي حاجة صغنونة هيمشي معاكي. تكنسي بيه ادراج المطبخ، ادراج التسريحة، ادراج اي حاجة يعني، وكمان على ترابيزة سفرة كده تعملي بيه اي حاجة. لقيته حلو كده وجميل، جبته. ده كان ب35 جنيه. ده هيبقى من ضمن الحاجات بتاعت العروسة. تاني حاجة لقيت البامب ده يا جماعة. لقيت البامب ده بامب صابون للصابون، صابون المواعين وكده. فلقيته حلو كده، وهو في منه الخامة الأنضف يعني حقيقة يعني، بس أنا للأسف ما لقيتهاش، هي كانت على جروب وخلص. فده لقيته قدامي يعني، البديل له ده كان ب25 جنيه. ممكن اخده ليا انا ده يعني، ممكن ده مش هيبقى لها هي، اخده ليا انا. هو ده كده اهو. ده كان معايا الاسبونشة بس مش حلوة يعني، فانا قلت ايه يا اخده ليا انا، او لو لقيت التاني يعني اللي هو الجودة الانضف هجيبه لها. ده زي ما بقول لكم كان ب25 جنيه. معلش انا بفتح الحاجات على اساس ايه هو شكله اهو، شكله كده. ان انا ما بصور بايد وبعمل وبمسك بايد، فبحاول ما اطولش الفيديو عليكم واطلع الحاجات قبل ما اصور. تاني حاجة لقيت بقى اللي دي كوباية لينا احنا بقى كده رمضان، دي فناجين قهوة. احنا عندنا القهوة هنا حاجة يعني، هما بسم الله ما شاء الله بيشربوا قهوة اكتر من اي حاجة. فلقيت الطقم ده حلو كده، هو 6. انا فاتحاه اهو 6 اهو. يا جماعة الحاجات زي ما بقول لكم الاسعار في حتة تانية. ال6 دول يا جماعة ب50 جنيه، دول ب50 جنيه. انا عندي بتكسر مني كوبايات جامده جدا، قهوه شاي كله. فلقيت دول قهوه جبتهم. ده البرد لينا احنا. دول ستة لقيتهم ب50 جنيه. دول 6 ب50 جنيه. برضه انا كنت جايبه من النوعيه دي قبل كده 6. عارفه انا كنت جايباهم ب35 جنيه، جبت التلاتة ب30 جنيه. كانت عايزه تدومني ب35، قالت لي ده الاسعار زادت. انا دول اتكسروا عندي، دول اتكسروا. انا ما كملتش. انا بستخدم كوبايات بطريقه رهيبه يعني، بستخدم كوبايات بطريقه رهيبه. عندي الاولاد بيكسروا الكوبايات كتير قوي، بتدخل كمان دول يا جماعه. انا كان عندي 6 قبل كده جبتهم، وحتى ما كنتش عارفه الماركه. واحده حبيبتي قالت لي ده ماركتها حلو قوي. دول كنت جايبه 6 ب35، جبت التلاتة ب30 جنيه. التلاتة ب30 جنيه اهو. كمالة على مش باقي من ال6 اللي انا كنت جايباهم غير 2، فانا جبت دول جبت دول او 3، فجبتهم عشان يكملوا ال6. شوف يا جماعة، انا كنت جايبة ال6 ب35، جبت التلاتة ب30 جنيه. الله المستعان، الله المستعان على كل شيء، الله المستعان. اهو ده كده ده دول انا كنت جايبة زي ما قلت لكم، كل ما بروح بجيب على قد. كنت جايبة منهم 3 قبل كده ليها هي. كملت لها كده ال6. كده انا كملت ال6. انا كده كملت ال6 اهو. اهو انتوا عارفين شكلهم، وانا عاجبني شكلهم قوي قوي، وحسيتهم انهم جمال قوي قوي، فجبت منهم 6. دول سوري 3. كده كملت لها 6. هجيب لنا احنا ان شاء الله برضو كل ما انزل والاقي عندي. انا حتى والله كنت عايزه اجيب ال12، قالت لي ما عنديش غير ال3 دول. زي ما قلت لكم جبتهم ب62 ونص يعني. انا كنت جايباهم الاسبوع اللي فات ولا قبليه، كنت جايباهم ب62 زي ما هم يعني. الحمد لله اللي لقيتهم زي ما هم. دول 3. كده انا كملت لها 6 ليها هي. معلش دراعي تعبني والله، مش قادره برضو. رحت طبعا انا بروح عندها. دول كنت جايبه 2 زيهم الفيديو اللي فات. كده كملت لها ال4.
كده كملت لها 4. هجيب انا جايبه واحده ازاز، هجيب عليها 2 أو 3 تاني ازاز، يبقى كده ايه ال ال ازايز الميه كده البلاستيك او ازاز هخلصها لها ان شاء الله. دول زي ما بقول لكم كنت شايفاهم عرض ب40 جنيه، دول كانوا ب40 جنيه كده. انا كده انا عندي واحده كده 2 و2 4، وهجيب لها 3 ازاز تاني، يبقى كده 5 حلوين قوي، حلوين للميه بقى. معلش دي حاجات بقى ليا انا اهو يا جماعه. دي ايه؟ ده الرول اللي بيتحط ورا البوتاجاز. والله يا جماعه انا كنت مش عارفه، والله كنت جايباه مش عارفه ب30 جنيه، لقيته ب75 جنيه. من هنا لهنا خدته منها ب70 جنيه. انا كنت بجيب زيه كده، لما كنت بجيب يا ب30 يا ب35 يا ب40، دلوقتي ب75 جنيه. من هنا لهنا خدته منها ب70 جنيه. ده ليا انا هحطه ورا البوتاجاز، يعني بيحمل الحيطه شويه، او الحيطه اللي ورا. انا عندي الازاز مكسور بتاع البوتاجاز، فبحط وراه ايه ده الحمد لله، الله المستعان. زي ما بقول لكم ايه، لقيته ب70 جنيه خدته. برضو جايبه اللي هو ده يا جماعه، اللي هو بتاع الفويل. ده ليا انا بقى، ده ليا انا برضو. ده برضو جايبه، انتوا عارفين حاجه رمضان وكده. برضو يا جماعه بقول لكم الاسعار. ده 20 لتر، انا بس مش عارفه افتحه، معلش انا كده اهو. ده 20 لتر، انا كنت بجيبه ب25 جنيه، جبته ب50 جنيه. يعني الحمد لله على كل حال. دي الحاجات دي ايه ليا انا، يعني في حاجات بس اللي هي دي ليا انا ودي ليا انا. كوبايات دي برضو ليا انا، دي حاجتي انا الخاصه بيا انا. وكوبايه القهوه دي برضو ليا انا في البيت. والحاجات بقى دي اللي هي بتاعتها هي اهي، ده وده وده، واللي هو الايه الكوبايات دي. انا كده الكوبايات ان شاء الله باذن الله كده خلصت لها على ايه، يعني كده خلاص خلصت على ازاز المطبخ. يعني حاولت خلاص، يعني كل رفايع المطبخ الحمد لله بحاول ان انا اخلصها، فقربت اخلصها او خلاص على ان انا اخلص فيها. فانا لما بدات في الرفايع قلت اعمل سلسله للرفايع عشان اخلص منها. زي ما بقول لكم كل حاجه الحمد لله. يعني انا بنزل والله، ببقى عايزه انزل اجيب كل ما يبقى معايا اي حاجه، مش بخلي فلوس معايا خالص نهائي. والله لو حتى انا جايبه امبارح ومعايا فلوس النهارده بنزل اجيب اللي بيفيد على قد ما اقدر، يعني على قد ما بقدر، على قد ما بقدر. لان الحاجات الايام دي الحمد لله مش عارفين بقى طبعا حاجات النيش والحاجات دي الازاز ده والكاسات والحاجات دي هتروح فين. فالحمد لله زي ما بقول لكم انا كده خطواتي ماشيه زي ما بقول لكم، كل حاجه على القد، لان احنا الحمد لله الايام دي ربنا المستعان يعني. فانا كده يعني بدات خلصت مثلا زجاج المطبخ، خلصت مثلا ازايز الميه، خلصت مثلا كاسات المطبخ، خلصت الحاجات اللي هي الصغيره الرفيع. بدات اللي هي المشابك والحاجات دي برضو كل مره هروح اجيب ان شاء الله لحد ما اخلص الرفايع كلها. فالحمد لله على كل حال. دي كانت شويه الحاجات اللي انا جبتهم النهارده. انتوا عارفين يا جماعه الحاجات دي بتتكلف يعني مبلغ وقدره. انا برضو في حاجات كده كنت جايباها برضو بنسى والله. يعني انا باجي اصور بنسى كل حاجه، ممكن اجيب حاجه وابقى حاطاها، بس انا عشان انا بصور بايد واحده وبوريكم فبنسى اجيب الحاجات. في حاجات لي انا كنت جايباها هبقى اصورها لكم ان شاء الله برضو الفيديو الجاي عشان ما اطولش الفيديو عليكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون الحاجات اللي انا بقول لكم عليها تبقى ثابته، يعني على قد ما نقدر، على قد ما نقدر. محدش يحمل يا جماعه نفسه فوق طاقته، يعني كل واحد وله طاقه يعني. فالحمد لله دي الحاجات اللي انا كده ايه. وانا بعد كده بعمل لكم بقى يعني ايه فيديوهات بقى بكل الحاجات، يعني فيديو للحاجات دي مخصوص، وفيديو اوريكم الحاجات او عدد الحاجات اللي انا بجيبها ان شاء الله. ما تنسوناش يا جماعه في الدعاء، وما تنسوش يا جماعه الاشتراك في القناه. والله القناه يعني الحمد لله واقعه الايام دي خالص، ولا في اي تفاعل عليها خالص. فما تنسوش يا جماعه اللايك والاشتراك في القناة والكومنت. الحاجات دي بتسعدنا، يا رب يسعدكم ويسعدنا جميعا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.